ابو فيلا صانع محتوى احتفل بطوله سين. تخيل بجد والله لو جاب لي صورة ابو فيلا وهو يحتفل بال50 مليون. وانا بقلب في الصدفه زميلي دخلت على موقع ذكاء اصطناعي، لقيت ان انا ممكن اقول له على حاجه يعملها لي على طول. يعني عامه دي حاجه عاديه عامه، بس ولكن بالاتقان ده والطريقه اللي انا بقولها له يعملها لي بالظبط، فده الجديد عليا. بقول له ايه؟ عاوز شخص يحارب اسد في البيت. كطبيعي ما ينفعش، يعني ايه شخص يحارب؟ فاهم قصدي؟ كميه التفاصيل، يعني انا قلت له شخص يحارب اسد في البيت. انتوا شايفين الاتقان بتاع الصوره عامل ازاي؟ يعني انا مش عارف اكبرها، بس حرفيا الاتقان بتاع الصوره جميل جدا، كواليتي فاهم انت، وطريقه الفايت. بص يعني هو واقف بيفايتني انها حقيقيه فعلا. صعبتها تاني على الذكاء الاصطناعي، قلت له ايه؟ اسد يحارب شخص في بحر ويكون فيه الشتاء وعليهم، يعني الشتاء عليهم يعني ما علينا يعني، وكما بتصورهم. بص طلع لي هو ما جابليش شخص بيحارب اسد، ولكن جاب لي اسدين، واحد تلجي وواحد عادي، وجاب لي كاميرا تصورهم وشتاء نازل عليهم او تلج نازل عليهم. اظن كده اللي بيرسم بقى واللي بيعمل الصور ده خلاص بقى راحت عليه. عارفين الذكاء الاصطناعي ده عامل حاجات جامده قوي، وبصراحه الصوره جميله قوي، حتى يعني انت مش هتيجي في بالك تعملها اصلا. حتى لو جيت في بالك انت شوف هتعملها في قد ايه، ده هو عاملها لي في 10 ثواني. هنجرب حاجات مع بعض دلوقتي، ولكن الموقع الجميل جدا ده بيديني صورتين بس، ولكن عشان اشترك محتاج شويه فلوس، وعشان انا وشوش جيمنج بالعربيه اكيد هعمل اكونت تاني واجرب اتنين تانيين. بس فقبل ما نبدا الفيديو عشان نستمر في اي حاجه بنعملها زر لايك، اتمنى الفيديو ده يوصل حبه لايكات كده حلوه، والاشتراك بالقناه عايزين نكمل 30000، وتعزز الجرس كل يوم فيديو. مش عارف امتى اقول ليتس جو، لو بتصليش لازم تصلي تشترك لاخواتنا في فلسطين. بص ده، بص انا كتبت له وصف يعني ابن لذينه جايبه من الذكاء الاصطناعي برضه. مدينه خياليه مقلوبه، مدينه مستقبليه بالابراج والمعلقات الرئيسيه على عقبها في السماء، وماليه بالاضواء ايه اللونيه ما علينا، يعني مع الانوار الطوفيه في الهواء. وصف بصراحه انا كذات نفسي انا مش فاهمه، انت هتفهمه ازاي؟ تعملها ازاي؟ فهمني. اوبا، بس بصراحه تحفه، لا تحفه بجد يعني. ايه ده؟ انا كده هقربها لكم في المونتاج، ركز كده في التفاصيل. بص السما، بس هي معكوسه، فاهم حاجه؟ يعني في مدينه فوق ومدينه تحت، هي يعني انت ممكن تركز على اللي تحت اصلا علشان تبقى التفاصيل. بص يعني دي المدينه المستقبليه يعني، وده بحر متهيألي، وده طريق، ودي مدن مستقبليه يعني فوق الخيال. انا شايف حاجه كويسه، واحلى حاجه بقى يعني هو بيطلع لك بكواليتي جميل جدا، يعني مش كواليتي اي بتنجان، لا كواليتي جميل. البرنامج بيديني مرتين في الاسبوع، انا طبعا هستخدم كل اكونتاتي، يبقى معانا 10 مرات مثلا ولا 11 مره. لا 12. هنجرب واحده تانية بالذكاء الاصطناعي برضه التاني، ملعب كره قدم فضائي، ملعب عائم في الفضاء الخارج مع كوكب الارض، في خلفيه لاعبين يريدون بدلات، لاعبين يرتدون بدلات فضائيه. ايه الوصف ده؟ وصف صعب جدا. انا دلوقتي بديله اوصاف صعبه من الذكاء الاصطناعي التاني، ولكن انا في كام وصف في دماغي هكتبه دلوقتي. الحلقه تحس ان هي فيها حاجات فضوليه، مش عارف ايه يعني، فاهم انت؟ يعني بص الفضول هيطلع لنا صوره عامله ازاي، هيطلع لنا اللعيبه عامله ازاي. اتفرج يا عم، اتفرج يا عم عملها ازاي يا عم، ده عملها تحفه فنيه. ايه ده؟ خد بالك انا ده مش اعلان للموقع، انا بقول لك بقلب بالصدفه، اقسم بالله طلع لي لقيت يبقى لو في اعلان لموقع انا موجود، عايزين نشترك. لا بس حرفيا يعني يعني كوره اتنين فضائيين، الملعب طاير في الجو، تحتيهم الارض زي ما هو وصفها، كوكب على الشمال كوكب على اليمين، الارض تحتيهم، ده ملعب فضائي. انت لو فضلت تركز في التفاصيل اصلا يعني، بص الكوره عامله ازاي، بص اللعيبه برضه بتيجي، هي فين بقى الكوره لما الكوره اهي بيجي جنبها اهو، عامل لكم زوم عليها، فاهم انت؟ وفي نار من تحت رافعه على الملعب، تخيل انت بتلعب في ملعب في الفضاء. قيموا الصور برضه معانا يا جدعان، انا متهيألي دي احسن صوره طلعها، مريحه للعين بجد، حرفيا انا مبسوط جدا بالصور. تعال نشوف اللي بعده، هنعمل اكونت تاني وجايين. هنعمل ايه يا شباب؟ انتوا عارفين برضه الدنيا بايظه معانا برضه يا جدعان. روبوت يلعب كرة قدم، روبوت كورة مع شاب يرتدي زي كرة القدم العادي في الحديقة المستقبلية. انا مش عارف ايه الحديقة المستقبلية اللي انت عمال تديني في الخيال دي، ولكن ممكن تيجي نصعبها عليه. الحديقة المستقبلية مثل البيت، اظن كده يعني في ايه حصل له دلوقتي كده، يبقى في ايه كده اللي انت بتقوله ده، فاهم انت حاجه؟ عايزين نصعبها عليه كده كده، الليفن الصعب جاي، ولكن انا باخد الحاجات اللي انا خدتها من الذكاء الاصطناعي بحطها هنا، واشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. اوبا، بس هو ما جابهاش في البيت، فاهم؟ لان هو اتبرمج على الحته الاولانيه، شخص عادي يلعب مع شخص روبوت، هو كالعاده الناس بتتفرج عليه، مدن برضه، الصوره جميله مش وحشه والله، بس في الحديقه المستقبليه، يعني دي حديقه قلت له مثل البيت، هو البابا قال انت عبيط ولا ايه مثل البيت ده، انت مجنون. هو شكله قال لي كده، عشان كده عطانا كده. احنا كويسين لحد ما هنصعبها عليه تاني، ولكن بالذكاء الاصطناعي بقى. وبعد كده هدخل انا بقى جيمنج هيبدع من عنده. وينا يا عم نطلع ازاي الساعه من العقرب ويطلع لنا واحد، انا مش فاهم هيطلع ازاي، ولكن هنشوف. انا مش عارف، انا على فكره أنا اللي الكتب ده انا ما فهمتوش والله، يعني هو راجل معاه ساعه ضخمه، او انا ما فهمتش اللي هو طلبه مثلا. لا صدق، لا ده فعلا، والزمن يخرج منه مثل تيار من الارقام ايوه في ايوه ارقام اهي،
طلعت زي ما هي صح، انا ما قريتش كويس. لا دي طلعها فعلا بالظبط. زمن يخرج منها مثل تيار من الارقام المتواليه في الهواء. ايوه في ارقام طايره في الهواء، والزمن لكنه زمن يعني. لا لا لا، جميل جميل. نفتح اكونت تالت. انا مش فاهم يعني ازاي يلعبوا تحت الارض ولكن بالجليد والنار. الحوار ممتع. تعال طلع لنا واحده عامله ازاي. انا حاسس ان هو هيطلع حاجه يعني مش مفهومه. بوم. اوبا. اوبا. لا هو نفس الوصف، قال لك ارض تلج تمام، بتطلع نار، اشخاص يقودون عليها تحت الارض. بس تعالى بقى نكتب بقى حاجه من وحي خيالنا، يعني مثلا نكتب شخص ضد تنين مع حاجات عبيطه بقى، مع اسد في البيت، ويكون الشخص حديدي، ويكون اسمر، ويكون استنى بس. شخص بتقول انت مجنون ولا ايه؟ انا مجنون. وفي كوره في الهواء مع الشتاء، يعني في الشتاء وكده يعني. شات جي بي تي هيقول لي انا مش شغوف في تحيا. قنبله ابداع. اوبا. شخص ضد تنين، شخص ضد تنين مع اسد في البيت، اسد موجود، ويكون شخص حديدي، شخص حديدي، ويكون شخص اسمر باين عليه اللي هو اسمر، وفي كوره في الهواء. بس فين الشتاء بقى؟ بايظه بايظه، انا ماشي بايظه. فين الشتاء؟ ولكن ايه ده؟ تلج بره ايه؟ لا لا لا، مستحيل يا جدعان، مستحيل. انا وصفته وصف عبيط جدا بجد. انا ما حددتش الكوره على فكره. لو كتبت كوره حديديه، هو ده يا جدعان عايز منه حلقات كتير، ومنه بقى انتوا اللي هتقولوا يعني الوصف. كل وصف انتوا اللي تكتبوه في التعليقات، انا هعمله الفيديو الجاي. وان شاء الله الحلقه دي لو جابت تفاعل هشتري البرنامج، هشترك في البرنامج شهر. تحفه بصراحه، تحفه، طلعت جميله قوي. ليه بقى؟ عشان من وحي خيالي مش وحي ذكاء اصطناعي ده. بس لا حرفيا بصراحه انا مبسوط جدا. ولا هنجاوب 2 كمان من الوحي الخيالي. هنعمل اكونت خامس ده ولا سابع؟ ايه رايك نجيب حاجه من الذكاء الاصطناعي ونعدل عليها احلى؟ يوتيوب في الفضاء مع الشتاء تلجي. وصف عبيط ولكن احنا عايز اشوف هيطلع لي ازاي. تمام حاجه يعني فاهم، احنا بنصعبها عليه اللي هو لدرجه هو ما بيفهمش احنا عايزين ايه. ويكون شخص يصور هذا المشهد. مش هدخل في داهيه. حاسس هيقول لي كده. كان نقرا الوصف مع بعض ماشي. تيك توك ضد يوتيوب في الفضاء تمام مع الشتاء التلجي، موجود شتاء تلجي، ويكون شخص يصور هذا المشهد. هو التيك توك علامته مش هي بس، ولكن هي نفس الوان التيك توك، واليوتيوب برضه كذلك الامر. استنى، ده هو واخد لون التيك توك حطه في حته اليوتيوب، وفي الفضاء وفي راجل يصور. ازاي مفيش جاذبيه فوق؟ يعني دي مش واقعيه. هنعمل اكونت خامس، لا سابع. تبقى احلى كمان لما انت تكتب الوصف ده، يعني انت لما تتفاعل معايا في التعليقات وتكتب هذا الوصف بايدك الجميله جدا دي، خليها دلوقتي ايه في حوار السيت اب. يعني مثلا استوديو جيمنج ملعب كبير يكون تمام، يكون ناي. عارف ده يودينا في ده. يوجد في داع اليوتيوب 50 مليون وتحت الأرض، تحت الأرض، ويوجد شخص يستريم هناك. يعني وصف يعني بص، استوديو جيمنج في ملعب كبير يكون ناي، يوجد في داعي اليوتيوب 50 مليون تحت الأرض، يكون شخص يستريم هناك. ها المفاجأة. اوبا. اوبا. يعني هو استوديو في ملعب كبير، استوديو في ملعب كبير، في ناس في كاميرات هناك برضه لو اخدت بالك. يكون نار ماشي، في نار، يوجد في داعي 50 مليون، ولكن هو ما اعطانيش شكل الداعي 50 مليون، ولكن كتب لي اليوتيوب 50 مليون وتحت الارض. هو باين اللي هو تحت الارض، انت عشان شايفين فوق ما علينا يعني. لا مش تحت الارض. انا مش عارف ايه ده بصراحه، ايه السما اللي فوق دي. يوجد شخص يستريم فين يعني الشخص ده بيستريم من اخر الاوضه؟ يعني مش فاهم يعني من اخر الملعب بيستريم هو يعني ولا ايه؟ مش فاهم. لو انا اعطيته مثلا اسم واحد مشهور وقلت له مثلا خليه يحتفل مثلا بال 50 مليون، طالما جبنا سيره ابو فيلا هو نفسه يجيب 50 مليون، فاحنا نديها له هديه. يلا ابو فيلا. ابو فيلا صانع محتوى احتفل بطوله سين. تخيل بجد والله لو جاب لي صوره ابو فيلا وهو يحتفل بال 50 مليون. فكرة انا ما ينفعش ابعت له صوره، يعني لو ينفع ابعت له صور تبقى فجأة. انا مش عارف هيجيب لي ايه بجد، بس هو مستحيل. بس ابو فيلا ما شاء الله يعني مشهور، ممكن الذكاء الاصطناعي يعدي عليه مثلا. عملت عمليه تجميل ولا ايه يا ابو فيلا؟
ايه ده يابا؟ ده مين ده؟ ابن مين ده؟ مش ده يا جدعان. هو هتلاقيه ما ترجمش ابو فيلا، فاهم حاجه؟ ترجم ان هو صانع محتوى، جاب لك بقى اي صانع محتوى وخلاص. صعب، ممكن صعب يجيب الاشخاص اللي هي اللي انت عملتها بالظبط، ولكن ممكن يبقى فيه ذكاء اصطناعي لو بعت له صوره يجيب لك ولكن بصراحه انا مبسوط جدا، هي تجربه جميله جدا. نقيم الصوره زي الزفت. بس فما علينا كده، وصلنا لنهايه الفيديو. لو حبيتوا نكمل في هذه السلسله مش عارف هيبقى اسمها ايه، ولكن اكتب لي وصف الحاجه انت عايز تعملها، ان شاء الله الفيديو جاي تطلع معانا ناخد شويه تعليقات جميله جدا، نعمل صور نشرحها مع بعض وهل كده مش عارف ايه وحاجات حلوه. ولو اي حد عارف اي حاجه عايز في العيال، يلا سلام. ابو فيلا ده ابو فيلا ده لو شاف المقطع احتمال يبطل يوتيوب.